لندن از فاكن ريد. اتخانقوا حالا. اهلا بكل محبي الكوره والدوري الانجليزي وديربيهات لندن بالتحديد اللي بيتابعونا من كل مكان. معاكم احمد، ويعني لو قلت لكم ديربيهات اكيد انتوا فهمتوا النهارده الفلوج طبعا انا رايح ماتش ايه، فبالتاكيد ان شاء الله رايحين ماتش ارسنال وتشيلسي. في بدايه الفلوج بس كده احب اقول لك كام نقطه يبينوا لك قد ايه ان شاء الله الفيديو ده هيكون حلو. مش شرط يكون حلو ليا، بس حلو ليكم انتوا كمتفرجين على الفلوج عادي في التلفزيون كده ولا على اللابتوب ولا في اي مكان. اولا انا رحت الماتش السنه اللي فاتت في استاد الارسنال وخسرنا 5-0. تاني حاجه ان ارسنال بتلعب ب5 لعيبه نص ملعب وتشيلسي بتلعب ب2، وده ليه؟ لان الحمد لله فجاه وفي لحظه بقى بالمر مصاب ومش هيلعب. تالت حاجه بقى، انا صاحي من الساعه 2:30 الصبح، عندي شغل من 5 ل1، زوغت ساعه بدري الساعه 12 عشان الحق اخد القطر واروح شمال لندن. انا اصلا شغال في جنوب، مش في جنوب لندن، ده تحت جنوب لندن، مش محسوبه اصلا ان هي لندن. هاخد القطر اروح لشمال لندن عشان الحق الماتش يعني يا دوب. فان شاء الله اوصل غالبا على صفاره الحكم يعني لو ربنا كرمني. والتذكره مع سلمى، فسلمى يا حرام هي وادم مستنيني قدام الاستاد عشان يدوني، لازم اخد التليفون بتاعها لان الارسنال فريق رزل والتذاكر بتاعته سخيفه، ما ينفعش حد يبعتها للتاني، فلازم اخد تليفون سلمى اخش بيه الماتش. فحاجه ما يعلم بها الا ربنا، وفي الاخر يعني هنخسر الماتش. فلو بتحب الحلقات دي وعايز تشوف منها اكتر ان شاء الله، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. واحد كان هيلوشني دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، تفعل الجرس تنقش في حاجات اول ما بننزلها. ويلا بينا اخدكم معايا في ديربي لندن اللي ان شاء الله هيخلص ازرق، يعني مش حاسس بس لما نشوف يا رب. طبعا سلمى طمعت في التذكره، اضطرينا نعمل مالك ولا كتابه. معلش انا جاي جري يا جدعان، والله العظيم 3 جري سبرنتايه عشان الحق الماتش. في الاخر تقول لي مالك ولا كتابه. انا الحمد لله كسبت مالك ولا كتابه. الماتش بدا غالبا بقاله قد ايه؟ بقاله 10 دقايق. ربنا يستر. انا لسه ما جاليش اي نوتيفيكيشنز، واعتقد ان هو لسه 0-0، بس هنخش على الملعب حالا. يا رب نكسب على كل الفرهده دي. الجو تلج وانا من كتر الجري بعرق، بشر عرق وايديا متلجه. احساس غريب جدا، ربنا ما يوريه لكم يعني. بس يعني الحمد لله 0-0. دخلت على الماتش لقيت الهجمه بتتعمل على تشيلسي والكره بتتشاط على سانشيز 3 مرات وبيشيلها من جوه على الخط، وكانت مهزله. طبعا زي ما قلت لكم بالمر ما بيلعبش، فالماتش غريب. ارسنال بيلعبوا ب5 نص ملعب، تشيلسي تلعب ب2 بس. انزو كايسيدو بيلعبوا ب5 مدافعين، فده طبعا يدي ايحاء ان تشيلسي داخله تامن وتلعب على الكاونتر اتاك. بس طبعا من غير بالمر ملك الاسيستات الدنيا طبعا مش هتبقى سهله في الكاونتر اتاك. بتلعب قدام بنيتو كونكو، ما نشوف يا رب. والله العظيم انا مقتنع ان تشيلسي تقدر، بس هما لازم يعني يجيبوا اخرهم، لان الفريق التاني مش كويس، فيعني مش افضل حالاتهم. يعني ده اللي عايز اقوله، هو طبعا احسن من تشيلسي لكن ارسنال مش في افضل حالاتهم، فخلينا نشوف. يا مسهل. طبعا الجماهير هنا اول ما حارس المرمى بتاع تشيلسي طبعا سانشيز المعروف يعني بيمسك الكوره، الجماهير كلها بتزوم طبعا مستنيين غلطه، واكيد هيديلهم الغلطه. بس الاجواء سخيفه زي ما انتم سامعين كده، الناس عماله تزوم على كل لمسه للكوره. ولذيذ بقى ان انا رحت الكرسي بتاعي لقيت واحد قاعد مكاني، فبقول له بعد اذنك ده الكرسي. قال لي بص انا صاحبي قاعد هنا وبتاع، انا قاعد ايه في الكرسي اللي بعدينا بكرسيين ده، بقعد هناك. لقيت كرسي احلى فقعدت فيه. فانا حاليا مش قاعد في كرسيه، فيا رب افضل قاعد فيه ما حد يجي يقومني عشان ما اتخنقش.
طبعا زي ما انت شفتوا 1-0 للفريق الاحمر. انا مش هقول بقى اسماء فرق عشان ما اتضربش، عشان انا اصلا قاعد مخنوق يعني، فباين عليا ان انا ايه مش مشجع قوي يعني. 1-0 وكاسيدو عمال يضرب في اوديجارد، وطبعا الجمهور سخن والاجواء ولعت، وده طبعا مش في مصلحه الفريق الازرق تماما. فيعني ربنا يستر. طبعا كالعاده كره ثابته يعني، عادتهم ولا هيشتروها. عم اخينا ميرينو كارلو روبرتو كارلوس رونالدو الظاهره بيطلع طبعا في القرارات الثابته. لا ساعه طبعا، وسانشيز مش واقف معانا. لما نشوف الماتش ده هيمشي ازاي يا مسهل. غريب قوي. بصوا ان يعني نيتو هو اللي بيلعب مهاجم زي ما انتم شايفين كده، ومفهومته هو اللي ساقط على الشمال، هو على اليمين من ناحيتي انا، بس هو على الشمال من ناحيه تشيلسي بتهاجم يعني. غريبه قوي. ممكن يكون بيلعبوا عشان الكره دي بقى يمكن، بس ان هو اسرع، بس مش هجيبها طبعا. طيب تصحيح، هو الازرق مش بيلعب باثنين بس نص ملعب، واضح ان ريس جيمس برضو الكابتن برضو بيلعب في نص الملعب. تمام ماشي. دول كانوا لسه بيتخانقوا حالا. دي اول كره خطر على الجول اللي شفتوها دي بصراحه. الثلاثه سنتر باكات ولا الاثنين بتوع الفريق الاحمر طوال قوي على الاثنين المهاجمين بتوع تشيلسي، يعني الموضوع صعب يعني. حتى في الران بيهايند العيال طوال بيجيبوا الكره على طول من فوق، مفيش حل. تعال نشوف الكورنر ده هيقول ايه. واحنا تشيلسي في الكورنرات احنا عارفين يعني. الشوط الاولاني خلص، الاجواء مشتعله، بس الماتش مش قد كده. اول نص ساعه طبعا كانت الارسنال هي الافضل بكتير. روبرت سانشيز يعني سواء في الكورنر او في غيره حاجه ما يعلم بيها الا ربنا. وفكره ان ماريسكا عمال يغير حراس المرمى كل كام ماتش دي اصلا تقرف، والاثنين اوحش من بعض بيني وبينك يعني. فانا برضه لو مكانها هبقى محتار العب مين فيهم، اثنين مقرفين. اللي مش عاجبني ان هو مغير يعني اماكن لعيبه كتيره، ويعني سانشيز بدا شفته على سانشو ولا ايه، لعب على الشمال شويه وعلى اليمين شويه، نكونكو في النص شويه وعلى اليمين شويه. الناحيه الثانيه طبعا دفاع الارسنال مفيش بقى الكلام ده، مش فارق معاه ولا مليم، ماسكينهم ماسكه يعني بيها ربنا. الموضوع صعب. الفريق ما وصلش خالص للجول غير يمكن كوره راحت لكوكوريا حتى. بص يعني الخطوره جايه منين؟ كوريا على اخر الزمن طبعا. لا مش قصدي يعني كوريا كده جامد، بس قصدي يعني ان الليفت باك هو اللي يعمل خطوره للفريق كله، مش حاجه مشرفه يعني الموضوع صعب طبعا. اخر ربع ساعه الصراحه تشيلسي كانوا ماسكين كوره بلا فايده، بس يعني فاقوا شويه. يا رب يكون في ده يكون اي مؤشر لشوط تاني ونشوف اي تغيير. بالنسبه للارسنال، الارسنال مش هقول لك ان هم جامدين قوي برضه، هم الصراحه ما كانش عندهم فرص خطيره كتيره. انا فاتني اول 10 دقايق فما اعرفش ايه اللي حصل فيهم، بس باستثناء الكورنر اللي جابوه ما كانش في حاجه برضه شفتها حاجه خطره قوي يعني. يمكن الكوره اللي هي وانا داخل الملعب شفناها دي مع بعض، غير كده ما شفتش حاجه. ففيها يعني الفريق الازرق يقدر والله العظيم لو بس ركزوا، لو بس استقتلوا، لو ماريسكا ظبط كام حاجه كده تشغل الهجوم شويه مع بعض. ان التغير في المراكز ده مخليهم ما حدش فيهم عارف يأدي ولا مكان فيهم، فطبعا الموضوع صعب جدا. بصوا يا جماعه في الهاف تايم الاستاد بيبقى فاضي ازاي. بص كله بيطلع يشرب بقى، سواء بقى حاجه سخنه حاجه ساقعه، ياكل حاجه. البايز والفيش اند شيبس والاكل الانجليزي طبعا اللي انتوا عارفينه. بص يعني الفرق شاسع. دول هنا جماهير تشيلسي يعني مع العلم يعني. طبعا حاجات واحد لسه يشوفها عندنا. بص بيوقع الديناصور، هو عند ديناصورس ولا اسمه ايه الراجل ده معرفش. والله يا جماعه الحاجات الصغيره دي هي اللي بتفرق. الحاجات اللي هي بيلعبوا العيال الصغيره ويديهم شيكات ببلاش، بتخليهم يحبوا النادي من هم صغيرين قوي ويتزرع فيهم حب النادي. طبعا احنا ما عندناش الكلام ده وما عندناش كوره اصلا، وبنتفرج يعني على فرق ما بتجيش. والله هو قصدي اهلي ولا زمالك عامه في المطلق يعني. المسخره اللي بنشوفها في الدوري المصري بجد حاجه تحزن. الواحد بيجي هنا يشوف قد ايه الانديه بتبذل مجهود ان هم يحاولوا يجيبوا اللعيبه الاطفال الصغيره يشجعوا النادي من هم صغيرين. زي ما شفتوا اخر فلوج انا وسلمى لما رحنا مانشستر سيتي وادوا ادم هديه. ادم دلوقتي عنده تيشيرت مانشستر سيتي يعني ممكن يحبهم طبعا. مش هسمح بالكلام ده، بس قصدي يعني ان هو ده اللي هم بيعملوه، ده اللي بيزرعوه في العيال الصغيره من هم صغيرين. فطبعا الواحد نفسه يشوف حاجه زي كده تحصل في مصر، ومش بس اهلي الزمالك، مع جميع انديه مصر كلها في جميع المحافظات يعني. ربنا يصلح الحال الصراحه.
ارتيتا قال حاجه رايا جري راح قالها لديكلان رايس، هموت واعرف قال له ايه. قال له ايه؟ انا مارتينيلي بيحاول يرزق على سانشيز عشان ما يظبطش الحيطه. وانت عم سانشيز تحلق اقرع تحلق كابوريا والله ما هينصلح حالك ابدا. طبعا ديكلان رايس راح يلعب الكورنر من هناك، جماهير تشيلسي مش هيحلوه. اللي فاتت كلمتك بعد الماتش الخمسة، المرة دي بقى انت جيت لي بقى. شفت انت جيت لي بقى. كلمتهم ازاي يخفوا عليك. بقول لك ايه، كانوا 5 بقى 1، ان شاء الله هفضل اجي لحد ما نكسب او نتعادل على الاقل اي حاجة. عاجبني قوي النضارة الزرقاء. لا حاجة تشيلسي يا باشا موت عشان يعني. لندن ايه؟ لندن از فاكن ريد. النهارده بس النهارده همشيها لك. والخمسة والسنة اللي فاتت. والسنة- السنة اللي جاية ان شاء الله زرقاء باذن انت بتيجي الله. هنا ليه يا جماعة؟ حد يشوفه ده بيعمل ايه هنا؟ اخركم يا رجاله اخركم. واللي توقعناه لقيناه، طبعا خسرنا 1-0 بمنتهى البساطه. يا تشيلسي ما عملوش اي حاجه، مش هقول لك غير ان احنا وانت خسران 1-0 بتنزل بقى توسن، نزل مالو جوستو، نزل لافيا، اللي هو ده لو واحد كسبان 4-0 مش هنزل كل المدافعين دول، فبعمل لك واحد كسبان وبينزلهم. فطبعا النتيجه كانت يعني اللي انتوا شفتوه قدامكم في الشاشه يعني. يعني زي ما قلت لكم كنا 5 بقينا 1، يعني تقدم، بس في الاخر برضه خسرت. ما استغلتش الفرصه ان السيتي مثلا يتعادلوا، ما استغلتش اي فرصه، ما عرفتش تعطل الارسنال تقرب منهم شويه ولا نوتنجهام فورست. الحمد لله ان بورموث كمان خسروا، فده الحمد لله يعني. لكن في الاخر بصراحه الماتش كان وحش، انا ما عجبنيش اداره ماريسكا للماتش خالص. تغييرات متاخره قوي، هي نعم هي ملهاش لازمه بس برضه متاخره قوي. على الاقل رجل في الملعب فيها رمق شويه على اللعيبه اللي لعبت وتعبت. ان انتوا في الاخر شحر مثلا، طلعت نكونكو ما كانش حلو انا فاهم، بس اي حد يلعب قدام، هو ما فيش لعيبه قدام يا جماعه تلعب. ان شاء الله غالبا هعمل لكم حلقه عن تشيلسي السنه دي كلها بقى كيف التوقف الدولي، نتكلم بقى مع حبايبنا التشيلساويه كده ايه بقلب مفتوح عن كل التفاصيل اللي بتحصل، ايه اللي عاجبني وايه اللي مش عاجبني، توقعاتنا لنهايه الموسم ايه. فلو عايزين حلقه زي دي قولوا لي في الكومنتات عشان انا فعلا بفكر اعملها، وممكن اعملها بقى يعني من هنا لغايه اخر الموسم كل اسبوع كده نتكلم على ايه اللي بيحصل وايه التجديدات وناويين نعمل ترانسفيرز ايه وعايزين لعيبه في انهي مراكز، ونتكلم باستفاضه عن تشيلسي عامه ومستقبلها الفتره اللي جايه دي. اخيرا لو بتحبوا الحلقات دي تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات الحلقات اول ما ننزلها. نشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.